أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. هذه الليلة هي ليلة 15 من شهر رمضان المبارك، الذي نسأل الله تعالى أن يتقبل فيه منا الصيام والقيام، آمين. اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدي ومشاهدات الكريمات والكرماء، ما زلنا نتدارس نحن وإياكم كتاب الله عز وجل، وفي سورة آل عمران. كان الدرس الماضي أخذنا إلمام عام عن مفهوم هذه السورة ومقصدها الكبير في أنها توجه رسالة عظيمة في ما يتعلق بوحدانية الله عز وجل واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، وأنه منزه من الولد، وأن مقصد هذه السورة بالأصل هو مخاطبة أهل الكتاب من النصارى. وكما أشار شيخنا الشيخ حسن سلمان بأن القرآن مسلسل من بداية سورة الفاتحة مرورا بسورة البقرة ووصولا إلى آل عمران، وهو يعزز برنامج التقوى ويعزز الامتثال والطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد تحدث عن المنافقين وعن الكفار وعن المغضوب عليهم، كان من المناسب جدا أيضا أن يتحدث عن الضالين. وهنا نتساءل، هذه السورة لم تتحدث فحسب عن الضالين، بل تحدثت كذلك عن غزوة أحد وما حدث فيها من عجائب، وتحدثت كذلك فيما يتعلق عن الصبر والتقوى، وترددت آيات التقوى فيها لأكثر من 15 آية، ومرت أيضا بآيات الصبر والحث على ذلك. ثم تحدثت أيضا عن الموت، وتحدثت عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثت عن أمر الشهداء. كل ذلك ما علاقته بما يتعلق بدعوة أهل السنة، بدعوة أهل الكتاب. هذه المحاور وغيرها كثير نطرحها نحن وإياكم على شيخنا الدكتور حسن سلمان. فأهلا وسهلا بكم شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. يا مرحبا شيخنا. وصلنا عند منادات نبي الله زكريا عليه السلام لربه عندما رأى الخير يتنزل لمريم عليها السلام، فقال هنالك دعا زكريا ربه فدعا زكريا رب العالمين فوهبه الله يحيى عليه السلام. ثم تحدث القرآن، وهذا أشرتم إليه في الحلقة السابقة، عن قصة مريم عليها السلام. نريد أن نفتتح درسنا هذا ونحن سنتعمق أكثر فيما يتعلق بدعوة النصارى إلى التوحيد وإلى كلمة سواء بيننا وبينهم. فنعود مرة أخرى افتتاحية مما خلق الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام، ولماذا خلقه بهذه الطريقة وهي النفخ في رحم مريم، ولماذا هيأ مريم عليها السلام لهذا الأمر التاريخي. وأعتقد أنها هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم. الميكروفون بين يديكم. الله يجزيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذكرت في الحلقة الماضية بأن السورة من بدايتها إلى الآية 63 كلها حديث عن قضايا التوحيد وعن قضايا الرسالة والنبوة، وتركيز على عيسى عليه السلام ودعوته.
جميل. وهذا التركيز فيه إجابة حول قضية النشأة والمولد، حديث عن الأسرة التي أيضا أنجبت هذا المولود، حديث عن طبيعة خلق عيسى عليه السلام، ربط عيسى عليه السلام بالقدرة الإلهية في أن الله سبحانه وتعالى يصور في الأرحام كيف يشاء ويخلق ما يشاء، وحديث كذلك عن طبيعة رسالة عيسى عليه السلام، لأن هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وحديث عن بينات عيسى عليه السلام، فيها أيضا حديث عن بينات بعد أن علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فيها بيناته وبراهينه أنه نبي وأنه رسول، ثم فيها تحديد وظيفته عيسى عليه السلام في وسط هذه الآيات. جميل. التحديث عن الوظيفة. جميل. ثم فيها إعلان واضح جدا عن مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وأن عيسى عليه السلام ما هو إلا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى خاضع لربوبية الله سبحانه وتعالى. ثم تتدرج بعد ذلك الآيات للحديث عن شرود هؤلاء وعدم سماعهم لكلام الله سبحانه وتعالى، وكيف آلت الأمور بعد ذلك أنها هؤلاء يمكرون والله عز وجل يمكر، وأن الله تبارك وتعالى لم يمكن هؤلاء الذين كفروا بعيسى عليه السلام، لم يتمكنوا من القتل والقضاء على عيسى عليه السلام، ورفعه الله سبحانه وتعالى. فالآيات كلها تقريبا تدور حول هذه الجزئية إلى الآية 53 تنتهي عندنا إن هذا لهو القصص الحق. نعم. 64. 64 إن هذا هو القصص. فنلاحظ أن بعد الحديث عن زكريا وبعد الحديث عن مريم وهي كيف نشأت وأنها صالحة وأنها كانت مستجابة الدعوة وأن يقينها بالله سبحانه وتعالى كبير، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني بشر زكريا بيحيى، ولكن مهد في نفس الوقت أيضا لإيه؟ لعيسى عليه السلام. نعم. وهنا سبحان الله نلاحظ التمهيد بزكريا، نلاحظ تمهيد بزكريا في سورة مريم، وتمهيد لزكريا أيضا في سورة آل عمران. جميل. والسبب في ذلك إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى حتى لا يتشكك الناس أو يرتابوا كيف إن والله يولد من غير أب وكذا. أثبت لهم إن والله كانت في زوج وزوجة بلغا في سن اليأس، ومع ذلك وكانت المرأة عاقر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى فأثبت كما يقول المناطق الحدوث دليل الإمكان. إن والله حدث شيء شبيه، صحيح ليس مثله لكن شبيه له، ويعتمد على قدرة الله سبحانه وتعالى. فإن الذي رزق زكريا في سن اليأس كما يقولون قادر على أن يرزق، ومن امرأة عاقر قادر أن يرزق الله سبحانه وتعالى. فبالتالي أنت أمامك جملة من أنماط الخلق. جملة من أنماط الخلق. الأول هو الإيجاد من لا شيء، أو الإيجاد من الطين ومن التراب ومن كذا، خلق آدم. نعم. خلقه من تراب، مش كده؟ النوع الثاني من أنواع الخلق أن يخلق الله سبحانه وتعالى حواء من ضلع آدم عليه السلام. النوع الثالث من أنماط الخلق هو أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلاب الرجال والنساء، من أصلاب الرجال وظهور النساء، يخرج من هذا الماء الذي نسميه بالمني، يخرج الله سبحانه وتعالى خلقا بشرا سويا. النوع الرابع من أنماط الخلق أن الله سبحانه وتعالى يرزق في مرحلة لا يتأتى فيها الإنجاب، اللي هي حادثة يحيى. النوع الخامس من أنواع الخلق أن الله عز وجل يخلق من امرأة بلا زوج، وذلك من خلال النفخ فيه. معلش أعد الخمسة هذه ترتيبا سريعا. الله يجزيك. النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يخلق من التراب، أي من عالم الأشياء. نعم. من العدم. خلينا نقول من الأشياء. طيب. التراب شيء من الأشياء لكنه ليس حياة، ليس حيا، إنما هو جماد. فمن الجمادات أحيا الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح في آدم. خلق آدم. جميل. خلق الله حواء من آدم، فهي بعضه. نعم. مش كده؟ هي بعضه. النوع الثالث انتشار البشر من الاثنين. جميل. اللي هي الوضع الطبيعي الآن. الوضع الطبيعي أن الرجل والمرأة. نعم. هذه الصورة الطبيعية. النسل. نعم. النوع الرابع هو
أن الله سبحانه وتعالى يخلق في مراحل لا يظن الناس أنه يمكن أن يحصل فيها إنجاب، وهي سن اليأس التي نسميها العقيم مثلا. العقيم والعاقر. العقيم والعاقر. يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء أحسنت. عجاب. ويثبت الله سبحانه وتعالى سبحان الله في قصة إبراهيم يثبت العقم، وفي قصة زكريا يثبت العقر. العقر. نعم. سبحان الله، العقر فساد في الرحم، والعقم فساد ابتدائي انه ما في انجاب اصلا. نعم. وكلاهما متحققه. هذا نوع رابع. النوع الخامس هو ان الله يخلق من امراه بلا زوج، بلا اب. كل ذلك يدور معنا في قضيه مهمه جدا، وهي قدره الله سبحانه وتعالى، وان الله عز وجل في بدايه السوره اثبت هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. كلام جميل. طيب. مسألة الحكمة حقيقة، لماذا والله جعل الله سبحانه وتعالى عيسى يخرج من رحم امرأة دون أن يكون هنالك زوج؟ أعظم ما يمكن أن نلتفت إليه الالتفات إلى قدرة الله. الالتفات إلى قدرة الله جعله الله آية، يكون آية للناس. لكن سبحان الله، وكم من آية من الآيات تكون للبعض هداية وللبعض الآخر ضلال. نسأل الله العافية والسلام. نعم. فبالنسبة للنصارى مثلا، هذه الحالة جعلت منهم يتصورون أن عيسى بعض الإله، ونفخته بمعنى أن من روحه. الروح هنا ليس هي نسبت إليه، لكن لا يعني أنه بعض الإله، ليس كذلك. فابتلوا بذلك. لماذا نسبها إليه سبحانه؟ تشريفا. فالله عز وجل ينسب إليه البيت، وينسب إليه العباد، وينسب إليه الروح، ونفخت له من روحي فقعوا له ساجدين. فلا يمكن أن يقول أحد الآن بأن والله الروح التي نفخت في آدم هي روح مثل ما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من هكذا. هي نفسها. فهي إضافة تشريف. جميل. ونسبة تشريف. جميل. طيب هنا أجيب عن سؤال الخلق، ثم دخلنا بعد سؤال الخلق إلى بيان طبيعة رسالة عيسى عليه السلام، بعد أن قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. جميل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم تلك آية من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم من الذكر إن هذا لهو القصص الحق وما منا إلا الله. قبلها من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. أحسنت. هذه المساحة التي سبقت تدخل معنا في منظومة الذكر. منظومة الذكر أنا أسميها هي ذكريات الماضي، أحاديث الماضي، قصص الماضين، يسميها الله سبحانه وتعالى ذكر لأنه يذكرنا بها. مثلا يتلو قصص إبراهيم وقصص نوح، ثم يقول هذا ذكر. هنا أيضا نتلوه عليك من الآيات اللي هي فيها. ثم وصف الذكر الحكيم. لماذا وصفه بالحكيم؟ نعم. ومن الحكمة. لأن سبحان الله في كثير مما فيها لا بد أن تستصحب هذا المعنى. يعني فكرة لماذا جعل الله سبحانه وتعالى عيسى بهذا الشكل، لحكمة يعلمه الله. يعني ليست عبثا، لم يفعل الله ذلك. صحيح. آية من آيات الله. والآيات وكونه يذكر قصة آل عمران ووضع زكريا، وفي البداية افتتح كأنه يقول إن من الحكمة، لا إن من الحكمة الحسنة، من الحكمة والموعظة الحسنة لدعوة أهل الكتاب هو سرد مثل هذه القصص لإقناعهم. نعم. كأنه يقول هكذا. أيوه. وتذكير لهم. نعم. فيه تذكير. لماذا يسمى هذا بالنسبة لأهل الكتاب؟ هو نذكرهم بما عندهم. هذا هو. جميل دكتور حسن. طيب هنا بعد أن تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب ثم قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم دخل فناداهم وقال يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وبدأ هنا يتحدث عن إبراهيم عليه السلام،
قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، إلى أن قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. كل هذه الآيات تتحدث عن إبراهيم. ما سبب إدخال إبراهيم في دعوة أهل الكتاب؟ أحسنت. هنا سبحان الله في شيء يمكن أن نقول في شيء تاريخي وفي شيء مستقبلي. جميل. الشيء التاريخي أن هؤلاء يزعمون الانتساب إلى إبراهيم ويقولون نحن أتباع إبراهيم، أنت الذي خرجت. وسنلاحظ هذا التسلسل إلى قوله لن تنالوا البر، وإلى قوله كل الطعام. ستلاحظ كيف أن إبراهيم حاضر في المشهد، وكيف أن الله يسله منهم سر. ولماذا هو حاضر في هذا المشهد؟ حاضر في المشهد لأن رغم أن البعد الزمني بين إبراهيم عليه السلام وعيسى قرابة 600 عام أو أكثر. نعم، بعد زمني كبير. أحسن. لأن بعد إبراهيم جاء موسى بعد فترات، ثم جاء بعد فترة أيضا عيسى عليه السلام. أحسن. كلام الآن عن عيسى. عن عيسى، نعم. لكن لاحظ أن الرسالات من إبراهيم عليه إلى محمد كلها تنتسب إلى إبراهيم وتنفصل عن نوح. والذي يحاجج الآن سيحاججك من خلال انتسابه لإبراهيم. فإن أثبت انتسابه الصحيح لإبراهيم فأنت مخطئ، وأنت صراعك معه سلامة الانتساب لإبراهيم، وأنك أولى بإبراهيم منه. لاحظت؟ ولذلك ستلاحظ أن إبراهيم دائما حاضر في هذه. على كل الآن من هذه الآية اللي هي الآن آية 64 65. نعم، هي 65. يا أهل الكتاب دخلنا الآن، انتهينا من قصة عيسى على المستوى الخاص، طبيعة التكوين، طبيعة الرسالة، مهمته. نعم. أنه والله يدعو إلى التوحيد، أنه مكمل لرسالة موسى عليه السلام، يحل لهم بعض الذي حرم عليهم، فيه البينات، أحيي كذا بإذن الله. يعني كأننا انتهينا من شبهة أنه إله. انتهينا من شبهة أنه إله، وحددنا طبيعة دعوته. نعم، طبيعة دعوته يمثل. أحسنت. باقي شبهة أنهم ينتسبون إلى إبراهيم. أحسنت. ولكن بما بدأها هو كأنما يريد أن يقول لهم نحن وأنتم الآن إذا أثبتنا واتفقنا حول عدم ألوهية عيسى، يبقى أمامنا أننا نحن جميعا ندعو إلى كلمة سواء، هي الكلمة التي نادى بها عيسى نفسه. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. جميل. ولكن يشكل على هذه المسألة أن هؤلاء يقولون ما نحن فيه هو الذي كان عليه إبراهيم. فالله عز وجل يجردهم من هذا. أول شيء حدد طبيعة الرسالة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن نحن على الإسلام الذي بعث به آدم وبعث به نوح وبعث به هود وبعث به صالح وبعث به إبراهيم. نحن على الإسلام. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم جاءت الآيات بعد ذلك لتتكلم حول الزعم الذي يزعمونه وتنفيه. هم يدعون أنهم منتسبون لإبراهيم، والشريعة تقول لهم لا، كيف يكون السابق تابع للاحق؟ صحيح. هم الآن يقولون بل اللاحق يكون تابع للسابق. صحيح. هو خطأهم حتى من ناحية منطقية، خطأهم لو أنهم قالوا والله نحن أتباع لإبراهيم لكان الأمر أهون. نعم. لكن أراد أن يقول والله إبراهيم كان يهودي أو إبراهيم كان نصراني. نعم. طيب النصرانية واليهودية جاءت من بعده. صحيح. فكيف يكون؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن هنا الاستحقاق التاريخي والتشريعي والديني في الأولوية بإبراهيم ليس إلا محمد عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه. سبحان. طيب. نعم. هنا كأن الله أثبت لهم العلم. نعم. وهناك في سورة الفاتحة يقول هم الضالون. هم الضالون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ما نوع الشهادة هنا؟ هي العلم؟ نعم. الشهادة على نوعين، في شهادة علم وخبرة وفي شهادة سمع وبصر. جميل. هذه شاهد وهذه شهيد. فالذي تكون شهادته شهادة سمع وبصر يقال عنه شهيد. جميل. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لأنه هو كان موجود. جميل. فلما توفيتني.
وأما شهادة الشاهد هي التي تكون بالخبرة، وشهد شاهد من أهلها. وده يستدل بعد كده بأشياء علمية وما رأى، طيب لم يكن حاضر المشهد. وأنتم تشهدون أي أنهم شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولا ماذا؟ هم أنكم تلمون وتعلمون بما في كتابكم بحقيقة هذا الموضوع الذي نتكلم عنه. وهذه البشرى النبوية وكل القضايا التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعرفونها، ولكن تنكرونها بعد المعرفة. وهنا يأتي قضية إيه؟ قضية اليهود على وجه التحديد. هنا ربما النصارى قد يكون أمرهم أهوى. اليهود على وجه التحديد مشكلتهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. صحيح. وهنا طبعا يعلمون كذا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حسدا. نعم. طيب هنا يعني شيء عجيب وغريب. نعم. شيء عجيب وغريب. ما هو؟ يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدر الآية مدح لأهل الكتاب، وعجزها يعني نهايتها فيه ذم لبعض أهل الكتاب. هذا الأسلوب القرآني من الشهادة لهم ببعض ما آتاهم الله من بعض الصفات، وخصوصا أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، كما أنه في نهاية السورة أيضا سيمدحهم. هذا الأسلوب القرآني على ماذا يدل يا شيخ حسن؟ نعم. الأسلوب أولا يدل على أنه من الله عز وجل الذي لا يحابي أحد ولا يظلم أحد ولا يقمط حق أحد ولا تأخذه يعني العواطف ولا المشاعر كما نقول تجاه طرف ضد طرف. الله عز وجل رب الجميع، هو رب المسلمين ورب الكافرين من حيث الربوبية، فهو ربنا جميعا، وحريص كذلك على هداية خلقه جميعا إلا من ضل أو إلا من أضل. مؤثرة جدا هذه الآية. نعم مؤثرة. لكن خلينا نقول لاحظ الآن الآيات كانت تتدرج حول البعد التصوري والبعد العقائدي، وكانت حاسمة وفاصلة لم تجامل. نعم. وفضحتهم في أنهم والله هم يقولون لا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم. بينما الشريعة تقول لك والله كل من جاءك بالحق اتبعه، الذي جاء بالصدق وصدق به. مش كده؟ فنحن أهل الإسلام ما عندنا مشكلة، يعني ليست مشكلتنا في أنه والله هذا الأمر جاءت به بنو إسرائيل، لا، نحن بالنسبة لنا المدار الذي ندور حوله هو إيه؟ فكشفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: يختص الله تبارك برحمته من يشاء. وانا قالوا الرحمة نبوة. فقضية انه والله انتم لماذا قلتم والله امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره؟ صحيح. خوفا من ان ينكشف امركم، وخشيتم من انهم اذا استمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما لديه وعرفوا الادله يسحب البساط منكم، وانتم صحيح. تتحركون بالمصالح الماديه لا بالهدايات القرانيه. جميل. ولا بالهدايات التوراتيه، انما تتحركون بالضلال وتتحركون بالهوى. لكن سبحان الله دخل في بعد آخر هنا، وهو إذا كان على مستوى التصورات والعقائد والأفكار والمفاهيم هنالك مفاصلة لا تقبل، كما يقول سيد قطب عليه رحمة الله، أنصاف الحلول. لا نستطيع أن نقول والله نلتقي مع اليهود أو النصارى في التصورات والعقائد في منتصف إيه؟ منتصف الطريق. لكن طيب هم معك في المجتمع وقد يكونون تحت ولاية الأمة. جميل. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضبط السلوك الإنساني، لأنه من الناس ما يقول لك هم شر محض، لا تتعامل معهم في مال ولا تتعامل في نكاح ولا تتعامل في كذا وكذا وكذا. لا انتبهوا. ايوه. فكأنما الله عز وجل الآن يعني حركنا من مساحة التصورات والأفكار واحمل حسابك وخليك منتبه ويقظ وتعرف على طبيعة القوم إلى بعد اجتماعي، إلى بعد آخر، إن والله سيتعامل معك في الأسواق. هؤلاء الذين يتعاملون معكم في الأسواق عليكم أن تدركوا ليسوا كلهم ضلال وليسوا كلهم فساق وليسوا كلهم سراق وليسوا كلهم خونة، بل منهم من هو أمين ومنهم من هو إيه؟ من هو خائن. ولكن نبه إلى أن هذا الخائن أو هذا الذي يأكل أموال الناس وهذا الذي من إن تأمنه بقنطار بدينار لا يؤديه إليك، من أين أتي هذا الشخص؟ أتي من بعد تصوري، وهو أنه لا يرى عليه في الأميين سبيل، يرى أن والله ما يفعله تجاه الشعوب الأخرى وتجاه الأمم الأخرى ليس مسؤولا عنه. فمن هنا أتي
هذا الذي يعني ضل في مجال الأموال. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا بأنه والله موضوع التعامل المالي أو التعامل في الحياة ستجدون منهم الصالح وتجدون منهم إيه؟ الطالح. جميل. وليس هذا أول مدح لهم نعم. بالحق من قبل الرب سبحانه وتعالى. هناك أيضا قال عنهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. نعم. نعم. وقال عنهم أيضا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نعم. فهذا من عدل القرآن الكريم. نعم. كما تفضلتم جزاكم الله خيرا. طيب، استكمالا لهذا يعني تحدث الله سبحانه وتعالى عن الربانية، وذكر هنا في قلب هذه الآيات أيضا وهو يتحدث عن أهل الكتاب ويناقشهم ويجادلهم، حتى أنه قال إن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، إلى أن قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما المقصود بالربانية هنا؟ الربانية هو العلم والعمل، أو يمكن أن نقول كمال العلم مع كمال العمل. وهنا طبعا رد على النصارى على وجه التحديد. وما مناسبتها نعم بالآيات؟ مناسبتها بالآيات السابقة إن والله أنتم أتيتم إثما كبيرا وظلما عظيما، كيف لنبي ورسول أنا أبعثه للناس بالتوحيد والحكمة والتوراة والإنجيل ثم يقول للناس بعد ذلك كونوا عبادا لي من دونه. هذا لا يكون، يعني هذا المنطق منطق مقلوب. يعني لا يمكن أن يكون هنالك رسول يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ومهمة الرسول هو إرشاد الناس إلى عبادة الله. فهذا منطق القرآن سبحان الله بأنه كيف يجادل. هنا طبعا تظهر معك الحجج العقلية داخل صحيح. القرآن الكريم صحيح اللي يسمى الميزان سبحان الله، الكتاب والميزان. فداخل الكتاب هذه موازين، ما كان للنبي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. هنا طبعا أول إشارة البشر تأكيد على بشرية عيسى عليه السلام أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة نعم. والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم. ما تأتي أصلا صحيح، ما يأتي، لا يقبل بالعقل. نعم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. الربانية هي الانتساب إلى الرب، التقرب إليه، التودد إليه، الخشوع، العمل بما أمر به، العمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهنا أيضا يعني يجدر بنا أن نذكر الحوار الرباني الذي حصل بين الرب سبحانه وتعالى وبين عيسى عليه السلام، ما تفضلتم به الآن أشرتم إليه، وهو قوله سبحانه وتعالى قال يعني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. آيات عجيبة في سورة المائدة. يعني سبحان الله هذا المقام العظيم الذي تجتمع فيه الخلائق ويقول الله جل جلاله للكل أن الملك له والربوبية له والألوهية له، ولكن في نفس الوقت أيضا لا يؤاخذ الناس إلا من خلال موازين العدل، وموازين العدل تقتضي الوقوف مع المدعي والمدعى عليه. والذين ادعوا أن عيسى عليه السلام إله ورب ما هي بينتهم؟ سيقولون أنت عيسى قال لنا ذلك، فاقتضت حكمة الله يسأل عيسى مع علمه ويعلم. نعم. لكن المحاكمات اليوم نحن في دنيانا ولله المثل الأعلى، في القوانين الآن في الفقه أيضا يقولون القاضي لا يقضي بعلمه. أنا لو حتى أعرف أن يسأل المدعى عليه نعم. ولا بد من كذا صحيح. فهو أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. شوف الموقف أمام الرب سبحانه وتعالى. ولأن عيسى عليه السلام يعني عبده كثير من الناس نعم سبحان الله، مليارات من البشر والعياذ بالله. نحن أمام مشكلة ضخمة جدا حول ألوهية عيسى. نعم. ملايين من الناس يزعمون بأنه نعم. حتى من شعبنا النصارى نعم، نصارى الأرثوذكس والكاثوليك وكذا يعبدون نعم. عيسى عليه السلام نعم. ويعبدون أيضا مريم
يعني يؤمنون هذه بمريم. فكرة التثليث، التثليث هذا كله ضلال، مصيبة. نعم. مصيبة كبرى. وهؤلاء أيضا نخشى أن يسألنا الله عنهم نعم. يوم القيامة. هل أنتم قدمتم لهم دعوة؟ هل أخرجتموهم؟ هل وضحتم لهم؟ يعني إلى الآن شيخ حسن لم تؤلف كتب باللغة التجرينية وباللغة الأمحرية ما يدعوهم وما يبين لهم الحق، على الأقل تقوم عليهم الحجة ويبين لهم. لذلك الأمر حقيقة عظيم. فكان هذا الموقف. نعم. أنت قلت للناس اتخذوني نعم. وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك. قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني. لا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد علمته. يعني لاحظ هذا الأدب. يعني كان يمكن أن يقول ما قلت وهو يدرك، لكن مقتضى الأدب أو مقام الرسالة والنبوة يقتضي أن ينفي شبهات، أنه كأنما يخبر الله عن شيء غائب عنه. نعم. مش كده؟ فأراد أن يقول يا رب أنا ما قلت، لكن إن كنت قلته فقد علمته. ما يخفى عليك. نعم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم إثبات لا إله إلا الله. هذا العلم نعم الخفي لله. إنك أنت علام الغيوب. ثم أيضا علام صيغة مبالغة. نعم. مفاعلة. علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. ما ذكرته كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهنا تتجلى سبحان الله البراءة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فأثبت صدق عيسى عليه السلام في هذا المقام، وأنهم ليست لهم أي بينة أن عيسى دعاهم إلى ألوهيته. وأيضا يعني يحسن بنا أن نذكر موقف الأنبياء ورحمتهم بالبشرية. نعم. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك. نعم. سبحان الله. ما قال عذبهم وأهلكهم ودمرهم كما قال مثلا نوح عليه السلام. نعم. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يضل فريق. نعم. لكن قال إن تعذبهم إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. من الذي يعني يعترض على حكمك في أن تغفر لمن تشاء؟ لا إله إلا الله. نعم. هذا الأدب هنا سبحان الله. يعني في اللطيفة فعلا مهمة جدا، هو فيها مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إن تعذبهم فإنهم عبادك. يعني هو جرد نفسه هنا أن يقول لا أو نعم ليس شأن. وهذا فعلا يعني ينقص كثير من الناس الذين يتجرؤون سبحان الله ويتألون على الله. أنت صحيح. في نهاية المطاف ليس عليك من والله من الذي سيعذبه الله من لا تدري. صحيح. فاترك الأمر لله عز وجل. وكثير من الملفات محالة إليه. لا نعرف. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حتى هذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. لما أكثر النبي عليه السلام من الدعاء قال ليس لك من الأمر شيء. مقام الألوهية شيخ برهان لا يحتمل الشبهات. سبحان حتى الله. مع أقرب الرسل. نعم. وأقرب المقربين كأنبياء والرسل الله عز وجل يعطيهم التوجيهات اللازمة. هنا طبعا سبحان الله الختام وإن تغفر لهم. ليش قال والله إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقل إنك أنت الغفور الرحيم؟ صحيح. النهاية الختامات هذه. نعم. طبعا هنا عيسى عليه السلام لا يخفى عليه أن من مات على الكفر، وهذه القضية التي هو الآن يناقش فيها ليست قضية معصية إنما قضية كفر. لاحظت؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. مش كده؟ فالموقف صعب. صحيح. وهو يريد أن يقول بأن والله المقام مقام عذاب ما يستطيع أن يقول فيه فإنك أنت الغفور الرحيم، لأنه هو يعرف تماما الحكم الشرعي في هذه الأمور هو. طيب. لكن فرضا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم ما هو المنطق السليم لذلك؟ العزة والحكمة. يا سلام. وليست الرحمة والمغفرة. نعم. فبعزته وبحكمته التي تخفى علينا لا نعرفها والتي يفعل فيها جل جلاله ما يشاء سبحانه قد يدخلهم. هذه قضية على عيسى سحب منها نفسه سبحان الله. لكنه سبحان الله لم القرآن دقيق إلى هذه الدرجة. نعم. إلى هذه الدرجة دقته. نعم. يعني لو قيل مثلا وإنك أنت الغفور الرحيم،
أعتقد كانت تشملها آيات كثيرة، صحيح. لكن دقة القرآن لا. نعم، ولذلك هذا البدوي الذي سمع الرجل يقرأ والسارق والسارقة ختمها إيه. غفور رحيم. غفور رحيم، قال لا قال لا ما ما يكفي. هو يدرك سياق الآيات لا زال. نعم. فقال عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم ولو غفر ورحم لما قطع. قطع. هذا المقام ليس مقام فعيسى عليه السلام هذه يعني هذا موضوعه. ولذلك كانت الآيات التي ما كان لبشر أن يؤتيه أيوة الله ما كان الكتاب. لبشر. الله سبحانه وتعالى آتى عيسى الكتاب والحكمة. هنا طبعا الحكمة مقصود بها الحكمة، نعم، الكتابة والحكمة والنبوة. الكتابة والحكمة تشتمل الرسالة، نعم، والنبوة طبعا معروف. فعيسى أوتي رسالة ونبوة، مش كده؟ صحيح. ثم لا يمكن مع هذه أن يكون داعيا لعبادة نفسه أو داعيا لألوهية نفسه أو داعيا لانحراف الخلق عن الله سبحانه وتعالى. فنفى الله تبارك وتعالى ذلك عن عيسى وبرأه، ثم أثبت آية مهمة جدا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم. أحسنت. نعم. أي نعم، ليست فقط لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم. على كل حال الكلام يفيدون ويتواصل بعضه بعضا. ونختم بآية التوحيد. قال سبحانه: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما مناسبة ذكر هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ثم أكد فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. لأن الصراع مع بني إسرائيل على وجه التحديد، خاصة اليهود منهم والنصارى، إشكاليتهم أنهم أرادوا أن يؤمنوا ببعض ويكفروا بعض. تمام. جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لتقول لهم: لا، هذه التجزئة لا تصلح، فإن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بهم جميعا. وأي محاولة لإخراج أحد من هذه وقد ثبتت نبوته أو ثبتت رسالته، إخراجه كفر بهم جميعا. ولذلك فكونكم تخرجون محمد صلى الله عليه وسلم من هذا السياق، هذا كفر بكم. نعم. وهو كتمان بكم. فإن كنتم فعلا مؤمنون فكما أمنتم بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام فيلزمكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا انتزاع ما نسميه نحن بانتزاع الشرعية. والله أنا أؤمن بإبراهيم وأؤمن بيعقوب وأؤمن بإسماعيل وأؤمن بإسحاق وأؤمن بالأسباط. كل هؤلاء أؤمن بهم، وأؤمن بعيسى وموسى جميعا. فبالتالي من الأولى؟ الأولى هذا الذي يؤمن بهم جميعا. ومن يبتغي غير الإسلام الذي اجتمعت عليه هذه الثلة، الإسلام العام. الآن الحديث عن الإسلام إيه؟ نعم، الإسلام العام اللي هو التوحيد وعبودية الله عز وجل. نعم. سبحانه وتعالى التي التقى عليها الرسل جميعا. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما؟ هنا تأتي الآن لبعض المجموعات التي أسلمت ثم إيه؟ ثم ارتدت والعياذ بالله وكفرت. نعم. يعني نختم بآية عظيمة: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بعدين قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. مناسبة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في سياق وسباق آيات الكفر وآيات الردة وآيات والعياذ بالله الخروج عن الإسلام. ما مناسبتها شيخ حسن؟ نعم. هو طبعا التسلسل سبحان الله من سورة البقرة ماشي مع قضية البر، ويبدو أن هنالك أيضا دعوة حول نحن أولى بالبر وأنت لست من البارين. فالله تبارك وتعالى في هذا السياق على وجه التحديد أخذ قمة ما يمكن أن نسميه برا، وهو أن ينفق الإنسان من أحسن ما عنده. وخصوصا جاءت الآيات بعد
قول الكافر إنه والله الآية التي قبلها إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أيوة لن تقبل توبتهم لن تقبل وأولئك هم الضالون. لا اللي قبلها لو أنفق ما في الأرض. اللي بعدها إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ذهبا أيوة. ولو افتدى به. حسن. لاحظ الآن ابتلى الله تبارك وتعالى الكافرين بأنه زينت لهم الدنيا، زين للناس حب الشهوات كده، وظنوا بأن والله هذا المال يمكن أن يفعلوا به ما يشاءون، يستطيعون به جاها وشهرة وتأثيرا وصدا عن سبيل الله، ويظن أنهم من خلال الأموال يحركوا كما يقولون حركة التاريخ كلها. فهنا الله تبارك وتعالى أول نفى عنهم إن والله هذه المسألة كلها يمكن أن تتلاشى في لحظة الموت، وتنتقل هذه إلى جميل. أن تكون عليك. لكن في نفس الوقت انتقل من هذا النفي الذي هو للكافرين إلى معنى مباشر، معنى إيجابي لأهل الإيمان. ما الذي سينفعكم أنتم يا أهل الإيمان؟ أنكم لا تكدسون الأموال، لا تغترون بالأموال، لا تظنون أن الأموال هي التي حبسها هو الذي سيقويكم، لا، الذي سيقويكم إنفاقها وادخارها عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء حبسوها وادخروها في الدنيا فلم تنفعهم في الآخرة، أما أنتم ادخروها عند الله لتنفعكم عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. جميل هذا المخرج. وأعتقد ثمة مخرج آخر ربما يكون صائبا، يعني كأنه يقول أيها الكفار أصحاب الأموال وأصحاب الثراء لن تنفعكم أموالكم يوم القيامة ولو أنتم افتديتم بها بحيث أنكم تنقذكم. فإذا كانت لا تنفعكم يوم القيامة فماذا سيكون وضعكم في الدنيا؟ في الدنيا أيضا لن تقبل منكم ما لم تكون هذه الأموال أموال بر وأموال الناتجة عن الإيمان. وكأن الآية آية التوبة يعني تبين ذلك، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. قد يكون أيضا هذا المعنى وارد، ما أدري ما كيف ترى يعني وارد على مناسبة هذا بهذا، لأن الكلام هنا أن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا أي يوم القيامة ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. باقي في الدنيا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. نسأل الله تعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. على كل حال مشاهدي الأكارم، الكلام والحديث عن مقاصد سورة آل عمران ذو سجون. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله أن نشرك بالله ما لم نعلم، نعوذ بالله أن نشرك بالله ونحن نعلم. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال بني آدم إلى التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه. بقي معنا معان كثيرة في هذه السورة العظيمة. سنبدأ إن شاء الله في الحلقة القادمة بقوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. ما مناسبة ذكر ما حصل في غزوة أحد مع ما هو نقاش جميل وحوار عظيم مع أهل الكتاب في إثبات التوحيد لله عز وجل. فما علاقة التوحيد بالجهاد في سبيل الله؟ ولماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ هكذا تمر بنا الآيات وتلو الآيات لتؤكد التوحيد. فسنتعرف على أسباب ذكر الجهاد وما حصل في غزوة في غزوة أحد من ابتلاءات كثيرة، كذلك أيضا في غزوة بدر أيضا أشارت هذه الآيات إشارات كثيرة. مشاهدي الأكارم، أتقدم بشكر جزيل للدكتور حسن سلمان بعد شكر الله سبحانه وتعالى، كما أتقدم شكركم أيضا أقدم لكم بالشكر والتقدير على حسن المتابعة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين من تقائه من النار في هذا الشهر الكريم. وإن أنسى فلا أنسى أن أشكر أيضا الكنترول على صبرهم معنا في عرض هذا البرنامج في هذه الليالي الطيبة المباركة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى